وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جزاك الله خيرا. مع الإنشاد بقى الجميل الطالب الصغير سليم محمد هيقول لنا النهارده إنشاد بعنوان وداعا أيها الشهر الحبيب. وكنا لا نتمنى أن نودع هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أمتي ما في رمضان نتمنى أن يكون عام كل رمضان. والحمد لله على كل حال. فليتفضل. وداعا أيها الشهر الحبيب وموعدنا إذا عشنا قريب، نهارك كله شوق تقي وليلك كله نور عديد، وأبواب السماء مفتحات ودعوة من دعاه لا تخيب. وداعا أيها الشهر الحبيب وموعدنا إذا عشنا قريب، ستوحشنا إذا ما الصبح نادى، وتوحشنا إذا جاء المغيب، وتوحشنا إذا قرب المصلى وهز نداء منبر الخطيب، وإذ طلع الهلال بكل شهر وأنت وراءه روح قريب. وداعا أيها الشهر الحبيب. أحسنت، جزاك الله خيرا. إنشاد مع الطالبة ريفانا أسامة. هتقول لنا النهارده فين ريفانا؟ هتقول لنا النهارده إن شاء الله؟ طيب. طلاب بقى محمد محمود وحسن مصطفى موجودين؟ محمد أين هم الآن؟ محمد محمود أهو قاعد أهو في المنظار. طيب تعالى يا سيدي. يا محمود انتوا دول نايمين يعني ولا ايه؟ هم صايمين النهارده؟ طيب اتفضلوا. هتقولوا لنا ايه النهارده ان شاء الله؟ بسم الله الحسنى. اتفضلوا مشكور. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الفتاح العليم القابض الخافض الرافع ماشي، جزاكم الله خيرا. الانشاد مع الطالبه ريفانا أسامة هتقول لنا النهارده انشاد جميل جدا بعنوان زوجات وابناء النبي صلى الله عليه وسلم. فلتتفضل مشكورا. زوجاته 11 لما رواه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة ميمونة صفية وهند التالية، زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش، زينب أولاده 7 منهم بنات 4، فزينب في الأول وأم كلثوم رقية وبعدها فاطمة ختامها يبقى ظهوره وهم القاسم وهم أولهم، وعبد الله الطاهر وإبراهيم أذكر صلوا عليه وسلم ونزهوا وحده. جزاك الله خير. سيدنا أسامة هتقول لنا يا من صليت لكل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فتفضل مشكور. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من نورت، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوب بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين.
صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء. جزاك الله خيرا. حسن مصطفى فليتفضل، ثم بعديه ياسين امير ونبيل امير ومحمد ابراهيم يقولوا احاديث ان شاء الله. هنسمعنا احاديث النهارده ان شاء الله. اتفضل. برضه عايز اسمع كل الاحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مين الذي غير انا كده تقول كل حاجه. قول اللي انت حافظه يلا. حسب اسماء الحسنى قول. اسالك يا من هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وممكن تكون جايب العيال برضه كده. سلام المهيمن الخبير الجبار المتكبر الطارق البارئ المصور الغفار القهار العزيز الرزاق الفتاح العليم القابل القادر الخافض الرافع جزاك الله خيرا. انا عارف ان انت حافظ اسماء الله الحسنى الكبيره، بس هندي الفرصه لان هم كلهم اللي قاعدين دول عايزين يمسكوا المايك، وانا اتمنى ذلك والله، بس عشان بس الوقت وامر الى ذلك. يلا نبيل امير هيقول لنا كده حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي صوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. احسن. محمد ابراهيم فليتفضل مشكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل حديث. انتوا النهارده كلكم شكلكم كده صايمين قوي، صايمين قوي ما سحرتوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء كثيرة احسن. مع الطالبه كنزي محمد صلوات الله عليه. احسنت. جزاك الله خيرا. الطالبتان فرحه وفريده احمد هيقولوا لنا انشاد جميل قوي بعنوان اكبر قمرك بعد غياب. فليتفضلوا مشكورين. اتفضلوا. ماشي يا ستي ماشي يلا. أكبر قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب. أكبر قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا في القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا في القرب بوصل الأهل والأحباب بوصل الأهل والأحباب. جزاكم الله خيرا. نيجي بقى للفقره الثانيه والمنتظره العشر الاوائل. كلنا بنمتحن واتمنى كلكم تطلعوا اوائل وخدوا من رمضان الجاي ربنا يدينا كده ان شاء الله العمر، بس عايزكم تجدعوا شويه. فالنهارده بتبقى فرحه جميله جدا وكل واحد بينتظر منه مين الاول مين الثاني ومين العاشر، واتمنى كلكم وانتم كلكم ناجحين بفضل الله. يعني اللي جايب حتى 25 من 50 ناجح
38 لكن انا باخد المجموع الاكبر. فباذن الله ان شاء الله الاول الطالب سليم محمد حصل على 45 درجه من 50، فليتفضل مشكورا. شهاده تقدير لحضرتك، جزاك الله خيرا، بارك الله لك في والديك، وادي حضرتك الجائزه بتاعتك، وجزاك الله خيرا للامام دايما ان شاء الله. فلتتفضل. سقفوا له يا جماعه. من الطرائف الجميله ان اثنين اخوات او طبعا البنات ما شاء الله احنا قلنا 10 اوائل، البنات يكتسحوا المراكز، فواخدين 7 من اوائل بنات و3 صبيان. من ضمن ال7 البنات 4 اخوات، 2 توأم و2 مش توأم، واحده يعني اكبر من اختها بسنه. فخلينا بنشيل في الثاني. زينه اسامه حصلت على 45 درجه مقرر بعد سليم، فاتفضل مشكورا. اولا شهاده التقدير بتاعتك، جزاك الله خيرا، وادي الهديه بتاعتك، كل سنه وانت طيبه ودايما للامام ان شاء الله. الثالث كنزي محمد 45 درجه برضه مقرر، كله حصل على 45 ما شاء الله. شهاده التقدير بتاعت حضرتك، وادي حضرتك الجائزه بتاعتك، وكل سنه وانت طيبه ودايما تتفوق باذن الله. الرابع الطالب يوسف كامل 44 درجه من 50، فليتفضل مشكورا. من هذا التقدير يوسف اتفضل الهديه بتاعتك كده بالتوفيق ان شاء الله. الخامس حبيبه احمد 44 درجه تعتبر مقرر بعد الايه الرابع، فلتتفضل مشكورا. هذه هديه حضرتك ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه. فريده احمد 42 درجه من 50، فلتتفضل مشكورا. وفريده دي تعتبر هي اخت وتوأم، والاثنين طلعوا من الاوائل بفضل الله. بارك الله فيهم والديهم والدهم والدتهم طبعا ان شاء الله. ما شاء الله. اتفضلي. بصيلي يلا. اتفضلي. يلا بصيلي. خلاص مش بالهدايه. الثامن رهف مؤمن. فين رهف؟ او رهف؟ تعالى يا حبيبي. رهف مؤمن من الناس الملتزمه جدا، ولقيتها ما شاء الله بتجاوب اجابه جميله وقاعده ملتزمه وحاضره ال 27 يوم ما شاء الله، هي واختها صغيره، وكنت اتمنى ان انا اطلع اختها صغيره بس طبعا لسه قدامها شويه. فجزاك الله خيرا وبارك الله في والديك. اتفضلي. بصيلي يلا. كملي كده الشهاده. ايوه كده. يلا بصيلي يلا. التاسع فرح احمد اللي هي اخت التوأم، فلتتفضل مشكورا، حصلت على 40 من 50. ربنا يحفظها. اتفضلي. ربنا يحفظها. وادي الهديه بتاعتك. صورة ثانية يلا. انا شوفي حطي مع الفعل، شوفي العاشر والاخير محمد حسام حصل على 40 درجه من 50 درجه، ودول بما يرضي الله الدرجات الاعلى والله. محمد حسين. محمد حسام اتفضل. يلا بصيلي. من كده اعمل الشهاده كده. اعمل الشهاده كده. ايوه. اتفضل. يلا جزاك الله خيرا. نسينا حد؟ ريفانا اسامه. فين ريفانا؟ اديها الشهاده بتاعتها معذره. ودي فرح هيت، اديها الشهاده بتاعتها. اتفضلي مشكورا. وادي الجايزه بتاعت حضرتك، وكل سنه وانتم طيبين. دول ال10 الاوائل. خدهم بس ماشي. مع بعض. دول ال10 الاوائل حضرتك هيصوركم ان شاء الله عشان ينزلها مع برضه. بعض كده. طيب المجموعه الباقيه كلها كلكم ناجحين بفضل الله، وكلكم ليكم جوائز دلوقتي. نعمل قصير ورا. بس الجوائز دي الاستاذ محمد هيديها لكم بره عشان ما نعملش هيصه، لان احنا هنكمل مع الناس الكبار دول المسابقه بتاعتنا، والا ايه اللي عايزين تقعدوا بس بالالتزام وتسمعوا بيها والنعم. ماشي يا جماعه؟ خلاص؟ طيب الناس اللي معانا بقى ان شاء الله اللي ورا دول بيقروا القران قد يكون لكم رصيد في الهدايا معانا. وعلى فكره الاسئله كلها يعني مش عايز اقول لكم اللي ما يعرفهاش بقى يذاكر تاني. تعالى كده اسمع شويه. خلاص هنبدا. السؤال الاول ومش ليه يعني ترفع ايدك بقى تنزل ايدك، انا عايز اقول لك عايز التزام حتى لو انت عارف الاجابه جزاك الله خيرا، مش عارف اعرف الاجابه. السؤال الاول
للناس الكبيره اللي معانا ورواد المسجد كده اللي شرفونا. اول من سمع القران من النبي صلى الله عليه وسلم من؟ محدش من الصغيرين يرفع ايده لان محدش الناس الكبيره دي. المسابقه دي للناس الكبيره بس. نعم؟ مين يا محمد؟ سيدنا لا أبو بكر. سيدنا ابو بكر اول من سمع القران من النبي. ستنا خديجه. السيده خديجه بنت خويلد الحمد لله. رضي الله عنها. طب ايه الدليل على كده؟ لما كان بيتعبد في دار حراء ونزل عليه الوحي سيدنا تقريبا. جبريل قال اقرا قال ما انا بقارئ، فراح للسيده خديجه وقال لها دسريني او زمليني زمليني، فنزل عليه الوحي وقال كذا كذا كذا. فاول واحده سمعت القران من النبي صلى الله عليه وسلم. اول مره اكسب هديه. تاخد هديه برضه ولا هديه؟ اديها لخديجه بنتي بقى بالنعمه قلبي. اتفضلي يا فندم. شو دي خديجه؟ يلا السؤال نسيب الثاني برضه، طب احنا النساء برضه هندخلهم معانا يعني سمحت اللي يعرف النساء برضه هندخلهم معانا ان شاء الله. كويس؟ اول زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. انزل. لا ما قلنا الكبار اول بس. زوجه اسمعوا السؤال الاخر. الكبار بس يا حبيبي. اول زوجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واخر زوجه تزوجها النبي من؟ سيدة خديجه. اخر زوجه مين؟ عشان يبقى الاجابه صحيحه. ستنا ماريا القبطيه. سيدة مين؟ ميمونه. ميمونه صح. انت بتاخد الجايزه ان شاء الله. بص لي بقى. اتفضل اديله مشكورا. واحده للجايزه بقى. طيب السؤال الثالث برضو ايضا، من الصحابي الجليل الذي كانت تستحي منه الملائكه؟ حبيبي كله يقعد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله كله عنه. يقعد كله يقعد. كله يقعد يا شباب. الشباب كلكم اقعدوا. اتفضلي. سيدنا عثمان بن عفان كانت طب كانت بتستحي منه الملائكه ليه؟ يلا بصي لي. اي حاجه كملي السؤال بس الله يكرمك. نعم؟ ليه يا حاجه اسراء ليه كانت بتستحي منه الملائكه؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته متكئ على ركبته، فدخل عليه سيدنا ابو بكر الصديق فلم يعترض، ثم دخل عليه سيدنا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب فلم يعترض، فدخل عليه سيدنا عثمان بن عفان فاعتدل، فقالت السيده عائشه دخل عليك ابو بكر ابيها فلم تعتدل، ودخل عليك سيدنا عمر فلم تعتدل، ودخل عليك عثمان بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ هكذا كان عثمان بن عفان. السؤال تستحي ليه؟ لانه كان يتزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، السيده ام كلثوم ثم ماتت، ثم تزوج السيده رقيه ثم ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو عندي الثالثه لزوجتها عثمان. ايه الجمال ده؟ الناس دي كانت يا جماعه يعني الله اكبر الله اكبر. طيب السؤال الرابع، من هو النبي الذي ابتلعه الحوت؟ لا قلنا كبار. لا خلاص اللي قال انا مش هينفع اجاوب. سيدنا يونس عليه السلام. اتفضل. احنا عايزين بس كده يا جماعه، احنا عايزين الناس دي قدامنا دي. من هو الصحابي؟ طب السؤال للنساء، السؤال للنساء. اقعدي يا حبيبتي عشان الناس اللي ورا. بابا اقعدي. من هو الصحابي الذي لقب بذو النورين؟ هذا شيء. سيدنا عثمان بن عفان فعلا ذو النورين، وذو النورين دي لانه فعلا اتجوز بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال للرجاله اللي قاعدين، من هو الصحابي الذي ذكر اسمه او اذا ذكر اسمه انزلوا ذكر اسمه كده كتب بجواره كرم الله وجهه؟ ثواني بنقول للكبار وارفع ايدك. ده الاجابه صحيحه. طب ليه؟ لأنه كان لا يستبرئ من بولي فكان لا ينظر واحد اثنين صحيح. هذا كلام جميل والراجل دوت ياخد الجايزه. اتفضل. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كرم الله وجهه، الوحيد الصحابي اللي يكتب كده قال لانه لم يسجد لصنم قط وكان يستتر باللون، يعني حتى لم ينظر الى ايه؟ عورته.